فسيخ ابو 25 جنيه. ده يتخلل النهارده تاكليه بكره. دي ما ينفعش تتخلل اكتر من 24 ساعه، وبعد كده تحطيها في التلاجة وتاكلي الصوص بتاعها وتغمسيها كده، ولا شوك ولا بطن ولا اي حاجه. الفسيخ المخلي اللي حاجه كده فخر من الاخر. وبكام؟ ب25 جنيه الكيلو. ودعم بقى للفسيخة ب400 وب500 جنيه. مالها البسارية أم 25 جنيه المخلية القمر دي؟ شايفين جمالها؟ شايفين الصوص اللي يتغمس كده بالعيش؟ رهيبة يا بنات. وزي ما قلت لكم عملتيها النهاردة هتاكليها بكرة وتتغمس كده بالعيش وادعيلي. تملي اعتمدي وصفات السواحلية. زي ما انتوا شايفين انا جبت البسارية دي الكيلو ب25. بشيل الراس كده، ولما بضغط على الراس بتشيل البطن والسلسلة بتاعتها. بصوا اهو، سهلة وبسيطة عشان لما تيجي تاكليها تاكلي كده اللقمة، يعني بسارية مخلية. وعايزة اقول لكم اطعم من الفسيخ. جبت الكيلو غسلته كويس مرة واتنين، وكل لما احنا بنغسلها تلاقوها بتنزل زيوت ومية دسمة كده. زي ما انتوا شايفين غسلتها وصفتها وشلت الراس والبطن بتاعتها عشان انا بحبها مخلية ونظيفة. هحطها في بولة بالشكل ده وهبتدي احط عليها المقادير. هحط عليها معلقتين ملح كبار. الكيلو بياخد معلقتين ملح كبار، وبياخد نص كوباية زيت. وعندي هنا عصير ليمون، وعندي طرنشات ليمون او شرايح ليمون، وعندي هنا فلفل احمر سبايسي انا فرمته. قلبي لي بقى الفلفل الاحمر السبايسي بالملح بعصير الليمون بالزيت. قلبي كل الخليط ده كويس جدا. وهتجيبي لي علبة بلاستيك نظيفة عشان نفضي فيها البسارية والخليط اللي احنا عملناه. عايزه اقول لك الخلطه دي لما تغمسيها بالبسارية المخليه دي، بصي هتاكلي اللقمه وتدعي لي بجد. زي ما انتم شايفين علبه بلاستيك هفضي فيها البسارية والخلطه وسيبيها 24 ساعه. وهاتي بقى العيش بتاعك وانسي الدنيا واللي فيها. والله اطعم من الفسيخ. بصوا زبده، واستحاله تنشف منك لانها كلها دهون ودسمه جدا، فما شاء الله بتبقى رهيبه. وهاتي طبق بقى يا ست الكل بعد 24 ساعة. شوفوا نزلت كل المية اللي فيها وكده اتخللت. هو لحمها رقيق جدا فبيلقط الملوحة فبتتخلل في 24 ساعة. وخدي الطريقة واعتمديها من السواحلية، وصدقيني اللي يقولك ان هي بتتخلل في اكتر من 24 ساعة بيشتغلك. وطعمها بيبقى تحفة بعد 24 ساعة. وكلي بقى احلى بسارية مخلية. هاتي لقمة العيش كده وغمسي بالصوص القمر ده. بجد يا بنات رهيبة. وكل اللي هيجربها هيدعي لي دعوة حلوة من قلبه. يومينها دول هتلاقوها موجودة في كل الأسواق. هاتيها واعمليها، موفرة عن الفسيخ وأطعم، والله بجد رهيبة.